انت لا تصلح ان انت تلعب كورة اصلا، وجودك في الفريق بقى مشكلة يا كابتن طاهر. قرار غريب جدا جدا، مش من ثرب، لا من سيد عبد الحفيظ تجاه طاهر محمد طاهر. ايه القرار ده؟ هل هو قرار رحيل ولا تأنيب قبل السوبر؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على الوكالة سبورتس. طاهر محمد طاهر بيقدم أسوأ أداء ممكن يقدمه لاعب كورة من ساعة ما رجع من الإصابة خلال الموسم ده، على عكس الموسم اللي فات اللي كان فيه متألق نوعا ما، وواحد من اللعيبة الكويسة والمؤثرة جدا جدا في تشكيل النادي الأهلي، على الرغم من غيابه في معظم فترات الموسم، إلا إن طاهر الموسم ده كأنه مجاش أصلا، فعلا كأنه مجاش. تصور إنه في 15 مباراة ما سجلش ولا هدف. أيوة، خلال الموسم ده في 15 مباراة طاهر محمد طاهر بيفشل في زيارة الشباك، ودي كارثة، كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى للاعب المفروض ان هو خبرة، والمفروض كمان ان كل الجمهور كان حاطط عليه امال كبيرة جدا جدا. لا وكمان اتجدد له بالطلبات اللي هو طلبها بدون اي جدال. لكن اللي بيقدمه طاهر خلال اخر مباراتين، في مباراة بتروجيت ومباراة المصري البورسعيدي، ده عبارة عن ضحك خام ملوش علاقة بكرة القدم، ليه علاقة بأي لعبة تانية غيرها. طبعا هنا كان لازم يتدخل سيد عبد الحفيظ اللي أكد للاعب إنه لو استمر بالشكل ده مش هيبقى ليه مكان، وفعلا اللاعب واخد عقوبة قوية جدا 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 عكس كل زمايله، ممكن تكون عقوبة مضاعفة للاستهتار وسوء الأداء وضعف المستوى وعدم التركيز، لأنه يعتبر واحد من كباتن الفرقة، واللي المفروض ان هو يسأل اللعيبة ادائهم مش كويس ليه، وده يمكن اللي يكون موقع طاهر لحد دلوقتي. طاهر بالاداء ده بالشكل ده كابتن سيد عبد الحفيظ قال له ان هو مش هيكمل، وممكن كمان يطلع اعاره خلال يناير. القرار ده ممكن يكون قرار تمهيدي للعيبه اللي هتتصفى، خصوصا ان ثرب مش مقتنع باللاعب وبيشاركه زي ما تقول كده لانه مضطر انه يلعب بيه. طبعا كل الكلام ده محدش ليه دعوه بيه، وطاهر هو اللي عنده الاجابه عن سوء اداء ومستواه. تدخل سيد عبد الحفيظ معناه كده ان انت وصلت للمرحله الاخيره قبل الرحيل، وده الراجل اللي هتشوفه قبل ما تمضي استمارة 6 من النادي الأهلي. طاهر أداؤه الغريب بيستمر ومفيش حد عارف ليه غير هو. تفتكر ان طاهر ممكن يرجع لأدائه ومستواه في مباريات السوبر وجلسته مع سيد عبد الحفيظ قبل السفر تكون حافز ليه؟ لنا رأيك في التعليقات.